نعم، نحب نأكد لك أن اليوم أرسلنا رسالة رسميا للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، نعلن فيها سحب الجزائر من راهم بداو المشاكل. الجزائر حبت تنسحب من كأس إفريقيا راح تكون في المغرب. السبة وشنو هي؟ الفيزا. حسب الإعلامي حفيظ دراجي، والفيزا هذه اللي درتها للمغرب فيزا ماشي لكاع الدول، بعض الدول قال لك هذا عدم احترام للدول اللي دارت لهم الفيزا، ما دارتش فيزا لكاع الدول، وقال لك هاد العبسة تخالف قوانين تاع الكاف حسب الإعلامي حفيظ دراجي. واش رايكم خوتي في هذا الخبر تاع انسحاب المنتخب الوطني الجزائري من كاس افريقيا؟ ما نجح نشوف المنتخب تاعنا. انا واحد من الناس اللي يحب نشوف المنتخب تاعي في كاس افريقيا مالغري كو عبالي نخرجوا بريمي تور. انا نحب نشوف المنتخب تاعنا، وكان بزاف منتخبات راهم حايبين يبعثوا ملف ثاني للكاف باش ينسحبوا من هذه الدوره على جال الفيزا هذه اللي دارتها. ان شاء الله يلقاو حل باش نشوفوا كوب دافريك شابه ونشوفوا المنتخب الوطني تاعنا في كوب دافريك هذه. ليكيب اكتبوا لي في الكومنتات واش رايكم في هذا الخبر. تحياتي. المنتخب الجزائري غادي ينسحب من كأس افريقيا اللي غادي يدار في المغرب، قالها لهم الدراجي. ولكن غادي نوريكم الجديد. قال لك سيدي بان الجماهير الجزائريه عندكم تجيو، الا جيتوا المغرب غادي يتجسس عليكم عن طريق التطبيق اللي غادي تحطوا فيه لي دوني ديالكم، من تما غادي نوليو شادينكم. انا نوريكم الفيديو، راه ماشي انا اللي كنقول هادشي، راه كيقولوه اخوه جزائريين للجزائريين باش ما يجيوش. ولكن قبل ما نبداو البارطاج دعموا، حيت كاين واحد الذباب الكتروني راه خدام معنا هنايا، حاولوا تغلبوه بلي جيم والبارطاج وديروا شي كومونتير واجي نشوفوا شنو واقع. كنا نعرف قبل أشهر بأن المغرب سينظم نهائيات كأس أفريقيا. الجديد هو أنه لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية يعلن رئيس الاتحاد بأن بلاده ستنظم بطولة قارية قبل أن يعلنها الاتحاد الإفريقي رسميا. قد يقول أي رئيس اتحاد بأننا نسعى، بأننا نأمل، بأن حظوظنا كبيرة، بأنه أتوقع، بأنه أتمنى، بأنه أرجو من الأعضاء أن يصوتوا على ملف بلدي، ولكن أن يعلن صراحة في مكان رسمي بأن بلاده ستنظم نهائيات كأس أفريقيا. في ذلك أعتقد بأنه قلة احترام تجاه الكاف، قلة احترام تجاه المنافسين، قلة احترام أيضا تجاه المثل والقيم وكذلك أخلاقيات الرياضة، وتأكيد على أنه ما قلناه كان صحيحا، وتأكيد على أنه الحسم تم من زمان ولا داعي للدخول في المنافسة. الجديد أيضا هو أن الجانب الجزائري يدرس إمكانية تقديم احتجاج للكاف وحتى للفيفا، ويدرس حتى إمكانية الانسحاب من المنافسة على احتضان نهائيات كأس أفريقيا 2025 والبقاء في سباق 2027، وهذا أدنى شيء يمكن أن يقوم به الاتحاد الجزائري في انتظار اتحادات أخرى قد تتوجه نحو نفس الأمر لتعلن انسحابها من تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2025، مما يضع الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في موضع حرج بسبب عدم احترام شروط المنافسة من خلال هذا الإعلان. يمكن لأي محلل، يمكن لأي متابع، يمكن لأي صحفي، يمكن لأي مناصر أن يقول بأنه الجزائر ستنظم أو المغرب ستنظم أو يتمنى أو يتوقع، ولكن ليس من حق رئيس اتحادية منافسة هو نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا أن يصرح بمثل هذا التصريح، فكان هذا هو الحدث. أرجي نتوما عاوتاني كيفاش بلانكم؟ كيفاش باغيين تنسحبوا من كاس افريقيا؟ نتوما شاد النفخه العوجه، شاد الحماق. شتي دابا راه السم والحقد هو اللي كيدوي. وعباد الله نتوما دولة كترحب بكم بملكها وبشعبها، كتقول لكم اجي مرحبا بكم كاس افريقيا. حتى من اللوطيلات عطاوكم من احسن الفنادق وكبروا بكم ديال بصح. هادشي كامل اللي غنسحبوا حيت المغرب فرض علينا التاشيره. حاجه عاديه بلادنا هذيك. نهار فرضتوا التاشيره على المغرب قلنا لكم شي حاجه؟ ياك دوزنا غضحكوا فيديوهات بقينا كنقولوا فين غنمشيو لسكوتلندا. الشعب مسكين الجزائري باش نجيكم من الاخر باغي يجي يدوز كاس افريقيا وباغي يجي للمغرب. الحكومه اللي فيها السم خايفه على الشعب ديالها يجي يشوف الحقيقه، يشوف الواقع. خايفه الشعب ديالها يتقلب عليها، يقول لك كتكذبوا علينا والاخبار والتلفازه والكذوب والنفاق. المغرب هكا غزال، المغرب فن.
المغرب هرب علينا بزاف. وعباد الله اجيو كاس افريقيا باش تشوفوا الواقع. نتمناكم تجيو كاس افريقيا تشوفوا الواقع. ونعطيكم معلومه اخرى، نتوما كتعرفوا غير البطاطا ياك، وراه كاينه بطاطا اخرى، كاينه بطاطا قصبيه وبطاطا حلوه.